شكرا توم هاردي على ثلاثيه ممتعه كانت ممكن تكون عظيمه، خاصه في وجود نجم زيك، ولكن الكتابه والحبكه طلعتها بالشكل ده. لسه طالع حالا من فيلم فينوم ذا لاست دانس، ونقدر نعتبر الفيلم ده هو افضل ختام لسلسله فينوم، ولكن برضه عندي تعليقين هسيبهم في اخر الفيديو. والفيلم بيبتدي من ساعه ما وقفنا من فيلم سبايدر مان نو واي هوم، وايدي بروك لسه في المكسيك، وبينتشر خبر انه قتل الضابط موليجان اللي هو كان كارنيج في الجزء اللي فات، وبنشوف نول لاول مره واللي بيدور على المفتاح اللي هيخرجه من سجنه، واللي بالتاكيد موجود مع ايدي وفينوم. طيب هل الفيلم كان على قدر التوقعات؟ هي بتختلف من شخص للتاني. يعني انا مثلا بعد الجزئين اللي فاتوا من فيلم فينوم ما كنتش مستني كتير من الجزء ده غير ان انا اشوف فيلم ممتع ومسلي من كل الجوانب، على مستوى القصه والاحداث والكوميديا، وان اشوف سي جي اي كويس. وده اللي حصل في الفيلم ده. هو الفيلم ده لا يرتقي لمستوى افلام مارفل وسوني مع بعض زي ثلاثيه سبايدر مان كده، ولكنه كان افضل من الجزء اللي فات على مستوى القصه والبلوت تويست في الاخر. اللي عجبني في الفيلم ان احنا ما استنيناش كتير، بدانا على طول مطارده ايدي من القوات الخاصه ومطارده فينوم من السيمبيوتس اللي جايه وعندها هدف واحد. Has to be a reason they're after us. عجبني قوي ان سوني ما حرقتش شخصيه نول في الفيلم، لانه تقريبا ما ظهرش غير في 3 أو 4 مشاهد. ما اعرفش مين اللي عمل الشخصيه دي لاننا ما شفناش وشه، ولكن موقع اي ام دي بي بيقول انه اندي سيركس، واللي طبعا واحد من اساطير تجسيد الشخصيات والرسوم. عجبني جدا احساس ان وانا بتفرج حاسس بالتهديد من نول، وحاسس بالشر اللي جاي في عالم مارفل من غير ما نشوفه بشكل مباشر، واكيد ظهوره هيمهد لاحداث كتير جايه في عالم الام سي يو. الجانب الكوميدي في الفيلم كالعاده كان كويس زي الاجزاء اللي فاتت، وضحكت كتير في مشاهد ايدي وفينوم والكيمياء الحلوه ما بينهم. We are. We are. No. Yeah, we are. Venom. You're gonna need to work on that. كل الادوار المساعده في الفيلم كانت حلوه جدا، بالذات الممثل ريس ايفنز اللي عمل دور دكتور كونرز ذا ليزرد في فيلم ذا اميزنج سبايدر مان، وكان اضافه حلوه جدا للفيلم. من الاخر كده الفيلم ممتع ومسلي من كل الجوانب، بس كان ممكن يكون افضل من كده. هو اكيد افضل من الجزء اللي فات، ولكنه برضه فرصه مهدره. لو دخلتوا الفيلم سينما هتتبسطوا جدا من التصوير والجرافيك والموسيقى وثنائيه ايدي وفينوم اللي كانت ممتعه، ولكن ما ترفعوش سقف توقعاتكم قوي. شكرا هاردي على ثلاثيه ممتعه كانت ممكن تكون عظيمه، خاصه في وجود نجم زيك، ولكن الكتابه والحبكه طلعتها بالشكل ده. وبس كده، ده كان رايي في الفيلم. اعتقد تقييمي ليه هيكون 7 من 10. ولو دخلتوا الفيلم سيبوا لي رايكم في الكومنتات، ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. كان متوقع طبعا ظهور فينوم في فيلم سبايدر مان 4 اللي جاي، المفروض هينزل في سنه 2025، ولكن مش عارف مين اللي هيقوم بالدور، ولكن فينوم هو توم هاردي. Where would we go? I don't know. I don't know. Anywhere that means at least will protect her, I suppose. Oh, you really meant it. Yeah. We will need a cape and a mask. No, no, I think you got that covered. We're good. وبس كده، اشوفكم بخير وسلام. قبل ما تقفل نسيت اقول لك في مشهدين بعد التتر، مشهد مهم والتاني مسلي، بس هتستناه كتير في الاخر. فيلم تقريبا مدته ساعة و50 دقيقة. وبس كده، سلام.